السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نهضروا فيه على واحد الفضيحة من العيار الثقيل اللي تورطت فيها الفيفا في مونديال 2026. الأمر كيتعلق بإلغاء بطاقة حمراء بالهاتف فقط. بطاقة حمراء مستحقة اللي حصل عليها اللاعب الامريكي فولارين بالوغون في المباراة ديال الدور ديال 32 من بعد ما تدخل بخشونة وبعنف وبإهمال في حق أحد اللاعبين من المنتخب ديال البوسنة والهيرسيك. إلغاء هاد البطاقة الحمراء اللي كانت مستحقة جاء من بعد واحد المكالمة هاتفية قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إيفانتينو، وطلب منه باش يلغي هذه البطاقة الحمراء ويسمحوا لهذا اللاعب الأمريكي بالوغون باش يشارك في المباراة ديال الثمن النهائي أمام منتخب بلجيكا. فشنو وقع بالضبط وكيفاش بررات الفيفا الإلغاء ديال هاد البطاقة الحمراء اللي كانت مستحقة؟ إذن في هذا الصدد فالاتحاد البلجيكي لكرة القدم فانفجر في وجه الفيفا، كذلك الاتحاد الأوروبي نفس الشيء، فندد بهذا التحيز ديال الفيفا المنتخب الأمريكي اللي كيمثلو الرئيس دونالد ترامب، بحيث كيف ما قلنا تم السماح لهذا اللاعب بالوغون باش يشارك في المباراة ديال الثمن النهائي ضد منتخب بلجيكا. وغادي نهضروا على هذه القصة كاملة مزيان. كيف ما كيقول المثل المغربي، إلا كانت امك في العرس ما غاديش تبات بلا عشاء. بمعنى إلا كانوا عندك معارف كبار وعندك تدخلات وعندك لي كود بيستو، فالقانون كيتبدل على حساب الوضعية اللي فيها نتايا وكيفاش غادي تستافد منه. وهذا الشيء بالضبط هو جوهر الأزمة اللي وقعت في الأروقة ديال الفيفا، والقانون ولا مرتبط بالسياسة، وتم الخلط ديال الرياضة بالسياسة. قبل ذلك غادي نسمعوا تصريح ديال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شنو قال بخصوص هاد الموضوع، ثم غادي نناقشوا التداعيات ديال هذا الأمر والتبريرات ديال الفيفا ديال إلغاء هاد البطاقة الحمراء. So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. You can't take your foot and properly place it on somebody else's foot when you're going, no, these were two great athletes that got tangled up, and this referee, who is a little bit suspect, if you check his past. I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect. If you'd like, I'll provide you with the past. He made a call that nobody could believe. You know, even people on the other side, they say, "Oh, we got lucky. Wow, he didn't do anything wrong." And he's our best player or one of our best players, a very vital player. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that means he can't play in the next game, at least in the next game. I said, boy, that's a big, if it happened to another player, it would have been unfair. But when they take your best player, or just about, they have some great players, and they say you can't play, that's very unfair. That's, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold. And he was good before this started, but he really pushed it in this country. I'm the one that got them to do it. It was not Biden. Biden was asleep. نرجعوا دابا للبداية.
المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون اللي كيتعتبر من اللاعبين المتألقين في المنتخب الأمريكي، وسجل 3 ديال الأهداف في هذا المونديال، فأخذ بطاقة حمراء في دور 32 كيف ما قلنا، من بعد ما تدخل بعنف وإهمال وخشونة ضد لاعب من منتخب البوسنة والهيرسك. الفيفا من بعد ما لقات راسها محرجة ومضغوطة وباش تلقى حل ويلعب هذا اللاعب، فمشات طبقت واحد المادة اللي هي المادة 27 من قانون الانضباط. شنو كتقول هاد المادة 27؟ هاد المادة كتعطي لجنة الانضباط الصلاحية ديال تعليق تنفيذ العقوبة كليا أو جزئيا، بمعنى ديك البطاقة ما كتلغاش، ولكن في نفس الوقت ما كيتمش التطبيق ديالها والمفعول ديالها في المباراة الموالية، بحيث كيكون واحد الإيقاف لمدة معينة كتراوح من عام حتى 4 ديال السنوات. وإلا اللاعب عاود دار نفس الخطأ فكتطبق عليه هاد العقوبة زائد عقوبة جديدة. في الحالة ديال هاد اللاعب بالوغون، فالفيفا علق الإيقاف ديال هاد البطاقة والمفعول ديالها المباراة واحدة لمدة سنة، والنتيجة أنه غادي يلعب بشكل عادي ضد المنتخب البلجيكي في دور الثمن. ولكن كيقولوا له إلا ارتكب شي خطأ آخر مماثل داخل أجل سنة عاد ممكن يوقفوه مقابلة زائد عقوبة جديدة أخرى. المشكل فين كاين؟ المشكل في التوقيت ديال هاد القرار، بحيث كاين أكثر من 10 ديال اللاعبين في هذا المونديال اللي حصلوا على بطائق حمراء، ولكن حتى واحد ما طبقوا عليه هذه المادة 27 إلا هذا اللاعب الأمريكي، من بعد المكالمة الهاتفية اللي كانت ما بين دونالد ترامب وجياني إيفانتينو رئيس الفيفا. وهنا طبعا كل شيء راه غادي يشك، وكل شيء راه غادي يعتبر على أن الأمر غير منطقي وغير معقول، بحيث لو كان السماح لهذا اللاعب عادي كان ممكن يسمحوا حتى اللاعبين اللي شدوا بطائق حمراء قبل منه في هذا المونديال. وهذا الشيء طبعا خلى الاتحاد البلجيكي والاتحاد الأوروبي باش ينفجروا ويخرجوا ديريكت ويقولوا أن هذا القرار يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويضرب المنافسة الشريفة وفيه انتقائية في تطبيق القانون. وجميع المراقبين والمتابعين كيقولوا على أن التوقيت اللي طبقت فيه هذه المادة زائد الضغط السياسي الأمريكي أعطى انطباع على أن الفيفا كتخضع لضغوط خارجية وماشي هيئة مستقلة كتطبق القوانين على الجميع دون استثناء ودون محاباة لطرف على آخر. وهنا كيتطرح السؤال الخطير: واش الفيفا فعلا هيئة مستقلة أو لا هي ديال تحت تأثير السياسة وتحت تأثير الأقوى ممكن يتلاعب بها ويخليها تبدل القوانين على باش تخدم المصالح ديالو. كيف ما قلنا إلغاء القرارات التحكيمية في الفيفا فهو كيبقى من الأمور النادرة، بحيث هذه المادة 27 فهي كتعتبر مجرد استثناء وليست حق، بحيث أن تعليق هاد العقوبات خصوصا الإيقاف وإلغاء البطائق الحمراء فهناك لجنة هي اللي كتشوف من يستحق أن يستفيد من هاد المادة، وليس بناء على طلب أطراف هي اللي كتقدم الطلب ديالها أو كتوجه الفيفا باش تطبق هاد المادة. أيضا فكيف ما قلنا في حالات الإلغاء ديال هاد القرارات التحكيمية وخصوصا البطائق الحمراء فهي نادرة إلا كان واحد الخطأ في تحديد هوية اللاعب، مثلا
لاعب ماشي هو اللي ارتكب الخطأ ووجه ليه الحكم هنا بطاقة حمراء، ففي هذه الحالة ممكن الفيفا تلغي هاد البطاقة الحمراء. أولا إلا جات نتيجة واحد الخطأ كارثي وكتكون البطاقة الحمراء غير مستحقة إطلاقا، فهنا ممكن الفيفا تطبق هاد المادة 27. ولكن ماشي فوق ما عجبكش القرار ممكن الفيفا تخليك تستفد من هاد المادة 27. الواقع العملي أنه في الحالة ديال هاد بالوغون أعطت واحد الانطباع على أنها الأمور مسيسة ودخلت فيها السياسة. فالفيفا في موقف محرج كان عليها يا إما تطبقها على الجميع وكل شيء يستفد من هاد المادة 27، أو أنها تسد هاد الباب بشكل نهائي باش ما تواجهش الاتهامات بالانحياز والمحاباة. الخلاصة المرة أن الفيفا كيف ما قلنا عندها هذا الغطاء القانوني ديال المادة 27، وبه باش بررات القرار ديال تعليق العقوبة في حق بالوغون. ولكن كيف ما قلنا فاستخدامها خضع لضغوط سياسية كبيرة كتضرب في مصداقية هذا القانون بشكل كامل. ومن تعجبوش فالجميع في ضيافة ترامب راه كان ممكن إلا رفضوا ليه الطلب غادي يقول لهم فرقوا عليا هاد الجوقة هادي، ما بقيتش أنا منظم هاد كأس العالم كاع. دابا غادي ندير واحد السؤال للنقاش. شنو الرأي ديالكم؟ واش الفيفا فقدات الحياد ديالها؟ واش فعلا السياسة تدخلت هنا في الرياضة؟ واش ترامب كيوجه الفيفا باش تخدم المصالح الرياضية ديال المنتخب ديالو إلى غير ذلك؟ كتبوا لنا التعليق ديالكم أو الآراء ديالكم في التعاليق. شكرا لكم على حسن المتابعة ودمتم بخير.